بتحلمي ببشره زجاجيه، بتحلمي ببشره كلها نضاره وحيويه، يا بنتي والله انا جايه لمصلحتك مش لمصلحه غيرك. انا عايزه اقول لك اللي انت بتدوري عليه. استغني عن جلسات النضاره واستخدميه للماسك الاسباني. ايه هو الماسك الاسباني؟ الماسك الترند. بيعمل ايه؟ بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على سلسليك اسيد، وبيحتوي على مواد فعاله لتفتيح البشره بشكل ملحوظ. مش تفتيح بس، تفتيح ونضاره وحيويه، وكانك عامله جلسه فيلر لعينيكي وكمان جلسه نضاره لبشرتك. ايه ده؟ يعني هو هيستخدم تحت العين؟ هيستخدم تحت العين عادي خالص وما تقلقيش منه. طب ما تقولي مكوناته، طب ما تصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا ستي، هتروحي تجيبي لي طماطميه حلوه كده وتغسليها، هتبشريها لي بالمبشره، وهتحطي لي عليها معلقه قهوه ساده بدون اي تحويجه، وقلبي كويس. زيدي عليها كمان معلقه نشا، ولو عندك تسبغات زياده وحاسه ان البشره مش في احسن حالتها هتحطي لي معلقه كركم كمان. ايوه زي ما بقول لك كده، قلبي لي كويس المكونات وافردي على بشرتك، واستني لما تجف خالص اشطفي ورطبي. عايزه اقول لك افضل ماسك هتستخدميه الماسك الاسباني، الماسك الترند، الماسك اللي عامل ضجه في الدنيا كلها وعامل نتائج فعاله جدا. نتائجه من اول استخدام هتلاحظيها على بشرتك. مستنيه ايه؟ يلا بسرعه قومي اعمليها. وبس كده يا جميله، خلصتي معاكي الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسنيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.